السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع التسعير. موضوع التسعير في النظام أماديوس بنستخدم له 4 أوامر مهمين: ال FXX وال FXR وال FXP وال FXB. في الحلقة دي هنشرحهم شرح مجمل كده كلهم مع بعض، والحلقات الجاية هنبدأ نفصصهم واحدة واحدة ونشرحهم واحدة واحدة وندي عليهم مثال عملي كل واحدة لوحدها. يعني الحلقات الجاية هتلاقي مثلا ال FXX دي ليها حلقة لوحدها، ال FXB دي برضه ليها حلقة لوحدها، وكذلك. في الأول خلينا نعرف ال FXX دي بنستخدمها ليه. دي بنستخدمها لما نيجي نعرض السعر بدون ما نعمل رحلة فعالة، بدون ما نعمل حجز، يعني بدون ما يكون عندنا كرسي ودرجة وكل حاجة. لا، احنا بنعمل ال FXX وبنطلع الأسعار المعينة. FXX من إلى أو يوم ومن إلى بيطلع لنا الأسعار كلها لكل شركات الطيران. ال FXR برضو بنستخدمه من غير ما نعمل جدول رحلات، ودوت عشان يطلع لنا العروض أو أرخص الأسعار للرحلة دي، يعني لرحلة معينة. ال FXR هو المسؤول عن إنه يطلع لنا كل الرحلات أو كل التذاكر الرخيصة لرحلة معينة. ال FXP هو بيعرض لنا السعر لما نكون عاملين حجز فعال، لما يكون عندنا حجز وكل حاجة وعايزين نعرف في الآخر السعر. نفس الكلام برضو ال FXB لازم يكون عندنا حجز، وده برضو بيطلع لنا لما يكون عندنا حجز بيطلع لنا أرخص سعر للحجز ده، يعني أرخص تذكرة أو أرخص حاجة تكون موجودة للحجز اللي احنا عملناه. هم دول ال4 أوامر. الجدول ده جدول توضيحي كده، لو قريته هتفهمه لوحدك لو ركزت في اللي أنا قلته فوق. تعالوا بقى نبص على الجدول ده. شفت الأمر ده FXB/B1 and 3 دوت لما نحب نعرف السعر للراكب رقم 1 والراكب رقم 3 بس، وتحته FXB/B1 to 4 دوت لما نحب نسعر للراكب من 1 إلى 4، من 1 و2 و3 و4. ال FXB/S2 القطاع، يعني الكابينة دي طبعا مش بنستخدمها كتير، دي لما نكون عاملين جروب، حجز للجروب وكده. وال FXB اللي تحتها دي برضو نفس النظام. ال FXB/Inf اللي طبعا رضيع، ده تسعير التذكرة للرضيع. واللي تحتها FXB/PAX ده تسعير للبالغ والرضيع، يعني تسعير مثلا الأم وابن أو طفلها، يعني مش الرضيع بقى، الطفل وطفلها، الأب والطفل كده. ال FXB/K ده الأمر بنستخدمه لأرخص سعر عشان نطلع تذكرة في أرخص سعر في كابينة معينة، زي مثلا الإيكونومي، الفيرست كلاس، البيزنس. وال FXB/KC دي بيطلع لنا أرخص سعر في كابينة الكلاس، اللي هي إيه، من أعلى يعني من أعلى درجات الطيران يعني، بس بيطلع لنا أرخص كرسي أو أرخص مقعد في الكابينة دي. وتحت هنا في ملحوظات مهمة بصوا عليها كده برضو. ال FXB وال
اكس بي لازم يكون عندنا رحلة فعالة، يعني احنا شغالين على رحلة بالفعل، حجزنا وضفنا الإضافات، الكرسي لو كان فيه والوجبة لو كان فيه. بنستخدم الاتنين دول الاف اكس ار والاف اكس بي التانيين أفضل أسعار بنستخدمهم عشان، يعني دي برضو بنستخدمها عشان نطلع أفضل سعر. واحنا عندنا حجز التي اس تي والاف اكس بي برضو بنستخدمها عشان نطلع أرخص حجز. وبس، دي حلقة النهاردة، حلقة بسيطة كده وصغيرة عشان نمهد للحلقات الجاية، لأن التسعير ده أمر معقد شوية وأمر عايز تركيز شوية. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.